صباح الخير، صباح الفرح، صباح الهنا. ربنا يا رب يجعله يومكم النهارده يكون سعيد ان شاء الله علينا وعليكم. تعالوا بقى نصلي بينا على النبي واقول لكم كده على فطار حلو قوي. بصوا انا معايا كده قرن فلفل رومي، مخلط زي ما انتم شايفين احمر واخضر، وكمان معايا حته جبنه قريش. بصراحه اول مره اعمل التجربه دي، فعشان كده اي حاجه دايما بحب اجربها لاول مره بعمل حاجه صغيره. طبعا انت لو عندك كبه احسن، انا عشان ما عنديش كبه هعملها في ايه، هعملها في البتاع بتاعت التوابل بتاعت الخلاط. هحط كده الجبنه القريش واحط معاها قرن الفلفل، وهحط كمان معاها ايه، شويه زيت. لو عوزتي ميه حطي سنه صغيره قوي بس عشان تلف منك. اهو هنزل كده بشويه الزيت زي ما انتوا شايفين، وحطيت الجبنه القريش وحطيت الفلفل، وهضربها في الكبه بتاعت المفرمه بتاعت الخلاط، عشان طبعا انا ما عنديش كبه. وهنا بقى كنت هعمل ايه، ما احنا هنفطر، فقلت اقلي جنبها كده بيضايه. هي بيضايه واحده بس اللي انا هقليها. بحط كده شويه زيت في الطاسه، انا بقلي البيض بزيت، وبحط عليه شويه ملح وشويه فلفل اسمر كده، وطبعا بربه جامد. وبعد كده بيكون الزيت سخن عندي. الزيت لما يسخن منك ما يخليش البيض يلزق، وطبعا يكون كمان الطاسه ما بتلزقش. هنا اهو خلاص، كنت طبعا معلقه على الشاي الناحيه التانية. هصب كده كل واحد فينا نص كوبايه شاي جنب الاكل. وكمان طلعت العيش يعني يفك شوية عشان اديله كده شمة بسيطة على النار. بس كده كفاية، كل واحد نص كوباية شاي. هنا بقى كان البيض خلاص خلص، هنزله اهو في الطبق. بصوا ما شاء الله الاومليتاية بتطلع بحالها، يعني ما بيتكسرش ولا حاجة. واجي الجبنة القريش، عايزة اقول لكم اللي ما جربهاش فايته كتير قوي. فعلا طعمها حلو جدا، ما كنتش متوقعة ان طعمها يطلع بالجمال ده. وصبيت الشاي، وهو ده كان فطاري النهاردة. وهو بقى ده كان الفطار بتاعي النهارده. ايه رأيكم فيه؟ عايزه اقول لكم فكره الجبنه دي فكره حلوه قوي قوي. المهم لو هي يعني بقت تقيله معاكي، حطي ندعه ميه خفيفه قوي. واشوفك الفيديو الجاي على خير.